كامل نحبوا الخبز المنفوخ بالسميد بصح قليل اللي تنجح فيه. انا نقول لك جبت لك وصفه اللي محال تفشلي فيه. خبز قطني وفارغ من داخل، ونزيد لك معاه حشو مقرمش ترافقيه بيه. قولوا بسم الله. نبداو بالعجينه اللي فيها كيس ونص تاع حليب دافي، ربع كاس تاع زيت، مغرفه كبيره خميره الخبز ومغرفه كبيره تاع سكر. نخلطوهم ونزيدو زوج كيسان تاع سميد ناعم ونطلعوهم بالبراميكسور. من بعد نخليهم يخمروا 10 دقائق ونزيد لهم الفرينه بلا ما ننسى الملح حتى نتحصل على عجينه اللي نعجنها مدة 3 دقائق ونقسمها ل 12 قطعة ونخليها تخمر نص ساعة. من بعد نفتحها 15 سنتيم ونزيد نخليها تخمر مرة ثانية مدة نص ساعة. نحطها في مقلة ولا في طاجين، وعلى ما نلقاها بدات تتنفخ نقعد نقلب فيها. والسر كامل في هذه المرحلة تعطيه باش يجيكم فارغ. من بعد نروح للكنتاكي اللي فيه حبه تاع بيض بوياغ ناتور، زدت هنا مغرفه تاع موطارد فلوريال مع نص حبه تاع ليمون، توابل الدجاج، ملح، فلفل احمر، نص كاس تاع الحليب، معدنوس خلطهم مليح، وزدت كاس صغير ربع تاع الفرينه، حطيت صدور الدجاج. من بعد زيد تحطوه في الفرينه في لاشابلور. من بعد تجيبوا زيت فلوريال خاصه بالقلي، هذا الزيت اللي تقدروا تقليوا بها حتى 10 مرات، وزيد تمدلكم واحد القرمشه لوصفاتكم بزاف هايله. بعد ما يتحمر الدجاج تاعي رايحه نحيه ونعمر لي ساندويتش تاعي كما نحب. كما نقدر ندير طريقه التزيين هذه اللي نديرها بالكيتشاب ومايونيز فلوريال وبصحتكم.